تخيل معايا انت هارب من بلادك اللي كان فيها الحرب وتجي لواحد البلاد باش تستقر تعيش واحد الحياة زوينة، ولكن النهاية ديالك غادي تكون في ديك البلاد. السلام عليكم، معكم سايكا ستوري. الا كنت اول مره تشوفوا المحتوى تاعي ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. إيرينا هي واحد الفتاة أوكرانية مشات من البلاد ديالها أوكرانيا اللي كان فيها الحرب وجات الامريكان في سنة 2022. عاشت الحياة ديالها عادية وخدامة على راسها حتى بدات كتهتم بالهواية ديالها اللي هي الفن. كانت عايشة حياة زوينة ومستقرة في أمريكا، ولكن حتى لواحد النهار اللي كان نهار عادي كانت غادية في القطار. إيرينا مشات للقطار وجلست بحالها بحال الناس العاديين، جالسة بقات كتخرف في تليفونها بلا ما وصلت، لكن ما كانتش عارفة بلي أن الشخص اللي موراها سبابه غادي تكون النهاية ديالها. هاد الشخص اللي موراها ما كتعرفو ما كيعرفها، حتى فجأة قرر باش يقتلها بدون سبب. من بلاصتو وضربها في الرقبه نتاعها بدون اي سبب. رينا بديك الخلعه كانت مصدومه وما حستش بالالم، بقات جالسه كتشوف فيه وهي مخلوعه حيت مازال ما حاسه بالالم وما عارفاش كاع شنو دار. الناس اللي حداها حتى هما ما كانوش عارفين شنو وقع لها، بقاو كيشوفوا فيها حتى فجأة طاحت السيدة. المجرم بعد ما ضربها ناض بقى يقول امسكته بالفتاة البيضاء، بقى كيعاودها ويعاودها باش تعرف بلي ان هاد الشخص مريض عقلي ولا مريض نفساني. إيرينا هنا فجأة غادي تموت في القطار. للاسف كانت هاد الحادثة مؤلمة بزاف، حيت الفتاة ما كانت دارت حتى شي حاجة لداك السيد، وحتى الا دارت ماشي من حقه يقتلها. كانت هذه هي القصه ديال إيرينا. ودابا غادي نمشيو للمجرم. المجرم اللي قام بهذه الفعله هو سميتو روبين، واللي عنده واحد السجل الاجرامي عامر بالجرائم اللي كيديرهم. كي دار خرج من الحبس الله اعلم. شخصوه الاطباء بانه مريض عقلي شحال من مره، وهذه الحادثه هضر عليها حتى الرئيس الامريكي. تخيلوا الحاجه المؤلمه في هذه القصه، البنت كانت كتدعم الناس اللي ذات البشره السوداء، كانت كتقول عليهم باللي حتى هما خاصهم يعيشوا حياتهم بحالهم بحال الناس، وفي التالي كانت النهايه ديالها على شخص من دوك الناس. And on a public train, and here's a picture. This is the picture of it. A beautiful young girl that make those cities safe. Thank you. كانت هذه هي النهايه ديال القصه. البنت اللي هربت من الحروب اللي كانوا في البلاد ديالها وجات باش تعيش حياه زوينه، كانت النهايه ديالها على واحد الراجل اللي قتلها بدون سبب. هذا هو الفيديو باختصار، نتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كانت معكم سايكا ستوري. تهلاو.